السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي، وتكونوا في احوال جيده. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم معقوده اللي ناجحه 100% وما كتشربش الزيت بزاف. تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. هنا انا عندي كميه ديال البطاطا، درت هنا 2 بطاطات كبار اللي سلقتهم مع شويه ديال المليحه. صافي من بعد ما سلقتهم هكاك على ما تسلقوا 10 دقائق وكنمعسها هكا بالمعلقة. من بعد كنجيب القزبور والمعدنوس، من الأحسن يكون طري، وحكيت 2 فصوص ديال الثومة راه غير ما تصورتش معايا هاد المقطع. وفي التوابل درت شوية ديال الفلفلة حمرا، شوية ديال القزبور يابس، شوية ديال الكمون والابزار، وشوية ديال التحميرة. وصافي وكندير شويه ديال الزيت البلديه، من الاحسن تكون زيت بلديه باش كيعطيها داك المذاق زوين بزاف. صافي هنا كنبدا كنخلط العطريه مع ديك البطاطا حتى كتدخل فيها مزيان. هذه الصراحه زوينه بزاف، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، ومعقوده فاسيه 100%. بغيوها الوليدات الصغار وحتى حنا براسنا كنبغيوها هكا، كنبغيو شويه ديال التغيير صراحه. المهم بعدا كتعرفي شي حاجه كتصوبيها على يديك حسن ما تشريها من برا هكا ما كتعرفيها واش تكون نقيه ولا لا. مهم انا غادي نشكلهم كويرات كلهم، ومن بعد غادي نوليو نتلاقاو. هنا كيف ما شفتوا انا درت غير كميه صغيره بزاف، وانتم كتشوفوا على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. وكاين اللي كيبغي يزيد فيها حتى البيض، ولكن من الاحسن بلاش، هكا كتجي شويه كتقهم. صافي غير هكا راه كتجي زوينه وراه كتجمع معكم. المهم هنا غادي نوريكم العجينه اللي غادي نبقى نمرغها فيها باش نقليها. عندي هنايا كاس تقريبا ديال دقيق الفورس مع معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات ديال الخبز، وشويه ديال الخماره. وغادي ندير نفس التوابل اللي درت في الشرمول ديال البطاطا. المهم صافي درت شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الخرقوم. صافي هنا كناخذ شويه ديال الماء يكون دافي وكنخلطها. المهم ما كتخليوهاش تكون قاصحه وما تخليوهاش تكون مرخوفه بزاف، باش من ديروا بطاطا ما تحلكمش في المقله. فهمتوني؟ صافي كنتمنى ان الشرح يكون واضح. هانتوما غادي تشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش خصو يكون. كنبقاو نخلطوه مزيان بالمعلقه هكا ولا الخلاط اليدوي. انا هنا غادي نزيد لها شويه ديال الماء وغادي نخلط حتى ديك العطريه اللي كديري للدقيق كيعطيها حتى هي لواحد البنه زوينه بزاف. صافي غادي نخليها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها، وغادي ندوزو نقليو المعقوده ديالنا. صافي من بعد ما تضاعف لنا الحجم ديالها هانتوما كتشوفوا بلا ما كنخويو من هذاك الهواء ديالها، كنخليوها هكاك وكنغطسوا فيها ديك البطاطا ديالنا، كنحيدو شويه داك الزائد اللي كيكون عندنا فيها. وغادي ندير المقله تكون سخونه، ندير الزيت حتى يسخن مزيان وعاد نبدا نقلي فيها باش ما تلصقناش في المقله. صافي كنستمر هكا حتى نسالي المعقوده ديالي كامله. غير جربوها ان شاء الله راه غادي تنال الاعجاب ديالكم. هذيك فكره للغدا هكا الانسان كيبغي يبدل هكا مره. والا بغيتو ديروها حتى في الفران يمكن لكم ديروها، زعما اللي ما كيبغيش الزيت هكا والقلي بزاف ممكن ديروها في الفران. هانتوما كتشوفوا معايا ما كتلصقش كاع في هكا في المقله. صافي ملي كنديرها كنبدا نرش عليها شويه الزيت من الفوق باش كتنفخ لنا. هانتوما شوفوا الشكل ديالها وشوفوا اللون ديالها اللي كتعطينا الصراحه واحد لابريونس زوينه فيها، وبحال ديال المحلات. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف.